أرسن فيشر مدرب الأهلي الجديد، يلا بينا نعرف مسيرته وإنجازاته. تأهل بزيورخ إلى ملحق دوري أبطال أوروبا، وخرج أمام بايرن ميونخ، وتأهل بسون السويسري إلى مجموعات الدوري الأوروبي. حصل على جائزة أفضل مدرب سويسري لعام 2014. توج بالدوري السويسري 2015 2016 مع بازل بفارق 14 نقطة عن الوصيف ب 88 هدف، يعني الراجل بيلعب كرة هجومية. توج بالدوري السويسري 2016 2017 مع بازل برضه بفارق 17 نقطة عن الوصيف ب 92 هدف، الراجل برضه بيلعب كرة هجومية شاملة. توج بكأس سويسرا 2016 2017 على حساب سيون بنتيجة 3-0 في النهائي، ونجح في إقصاء زيورخ بنتيجة 3-1 في ربع النهائي. حقق 68 فوز و19 تعادل و15 هزيمة خلال 102 مباراة مع بازل السويسري. تأهل بيونيون برلين إلى الدوري الألماني الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي عام 2019. في أول مواسمه بعد التأهل للدوري الألماني مع يونيون برلين حقق الفوز بنتيجة 3-1 أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة. في 2020 حقق الفوز امام بروسيا دورتموند 2-1، وتعادل مع بايرن ميونخ 1-1 ذهابا وايابا، يعني الراجل بيلعب الماتشات الكبيره. في 2021 حقق المركز السابع مع يونيون برلين ليتأهل الى الدوري المؤتمر الاوروبي. في 2022 حقق المركز الخامس مع يونيون برلين ليتأهل للدوري الاوروبي وخروج بالدور ال 16. في ديسمبر 2022 حقق جائزة أفضل مدرب سويسري. في 2023 حقق المركز الرابع مع يونيون برلين ليحقق المشاركة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع هذا الفريق. في 2023 حقق جائزة أفضل مدرب في الموسم في الدوري الألماني. يا رب يا رب يكون المدرب بتاعنا المدرب أرسن فيشر حاجة كده ولا في الخيال. بالتوفيق لنادينا.